اهلا بكم متابعي قناه معلومه على الماشي في فيديو جديد ومعلومه جديده. ليه الفيسبوك لونه ازرق؟ طبعا يا اصدقائي كلنا بنلاحظ ان كل يوم بينزل مجموعه من الابديت للفيسبوك، وبالرغم من التحديثات الكتيره اللي بتحصل في الفيسبوك الا ان الفيسبوك محتفظ بلونه الازرق من اول يوم اتنشأ فيه الى وقتنا هذا. اشمعنى بقى يا جماعه اللون الازرق هو اللون المخصوص للفيسبوك؟ وده علشان صاحب ومؤسس الفيسبوك مارك مصاب بعمى الوان، وده معناه يا اصدقائي ان اللون الازرق هو افضل الالوان اللي بيقدر مارك يميزها. وبالمناسبه يا اصدقائي مارك قبل ما يعمل الفيسبوك عمل موقع هدفه نشر الموسيقى وتعليم الناس كيفيه الاستماع اليها، وبعدها على طول شركه مايكروسوفت واول سعت لتوظيف مارك وهو في الثانويه، وتحديدا في يونيو 2004 مارك انشأ موقع الفيسبوك وكان اسمه وقتها thefacebook.com. وطبعا في الوقت ده الفيس ما كانش مشهور، كان الموقع في البداية مقتصر على طلبة الجامعة اللي بيدرس فيها مارك، وفضل الموقع فترة على كده لغاية ما جاله عقد استثمار بمبلغ 500 ألف دولار، ومن وقتها والفيسبوك اتنقل لمرحلة جديدة وانتشر في كل بلدان العالم. وبعدها بسنة بالظبط العقد بقى ب 12.5 مليون دولار، وبعدها بشوية العقد بقى ب 27.5 مليون دولار. ودلوقتي يا أصدقائي مارك بقى من أغنى أغنياء العالم، وثروته بسم الله ما شاء الله بتزيد كل دقيقة عن الدقيقة اللي فاتت. يعني ثروته قبل ما تدوس على الفيديو كانت مبلغ، ودلوقتي بعد دقيقة ونص بقت مبلغ تاني خالص. وبالرغم من كل الفلوس والأملاك دي كلها إنه لما بيظهر في أي لقاء تلفزيوني أو صحفي بيظهر بنفس التيشيرت اللي بيلبسه كل مرة. ولما اتسأل عن السبب قالوا انه مشغول جدا جدا وبيوفر الوقت اللي بيختار فيه التيشيرتات. قبل ما تغيروا الفيديو اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اوجه الشبه بينكم وبين مارك. يا ترى عندكم نفس التيشيرت الواحد فقط ولا بتحافظوا على وقتكم؟ وبس كده يا اصدقائي، كده اكون وصلت نهايه الفيديو بتاع النهارده. لو حابين تعرفوا وتتابعوا معلومات اكتر واكتر اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه علشان توصل لكم الفيديوهات بالمعلومات اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.